بنيجي قصاد الزمالك وايه اللي بيحصل لنا؟ للاسف الزمالك امبارح كسب وتصدر الدوري. بيراميدز الماتش كان فيه غياب للتركيز من اللعيبه كتير. بص كده معايا في اللقطه الاولى دي، احمد سامي بيلعب الكوره بعرض الملعب بمنتهى الرعونه، احمد عاطف قطه ومحمود مرعي الاثنين سرحانين، فالكوره وصلت لاحمد فتوح ودى بيها ناصر منسي انفراد. الكوره صحيح اتحسبت بعد كده للكوره اللي بعدها، هنا محمود زلاكه لوحده والجون كله مفتوح قدامه ومفيش حد بيضغط عليه عشان ما يعرفش يسدد. تقدر تسدد بمنتهى الاريحيه، صعب عليك التسديد ممكن تديها لمصطفى فتحي. هنا احمد عاطف قطه انت المفروض مندفع وجاي وبتسدد، حطها بمنتهى القوه في الجون في الثلاث خشبات. ليه بقى تقييم اللعيبه؟ احمد الشناوي يعني لا يعني ضربه الجزاء مبدئيا بس عشان خاطر الحكم، وفي كلام كتير عن الحكم، والغريب ان الاهلاويه نفسهم بيقولوا لا ان هي مش ضربه جزاء. انا بما يرضي الله شايفها ضربه جزاء. الشناوي خبط رجل ناصر وناصر هو اللي لعب الكره الاول، ده بما يرضي الله. احمد الشناوي انا اديله 9 من 10، اداؤه كان بصراحه ممتاز يعني تمام. احمد سامي ومحمود مرعي لا الاثنين سرحانين خالص، يمكن مرعي احسن من سامي شويه، واحمد سامي تسبب في الهدف ضربه الجزاء يعني، فندي سامي 4 من 10 ومحمود مرعي 5 من 10. محمد الشيبي للاسف ده مش الشيبي يعني فين الشيبي بتاعنا؟ انا ما اعرفش. يعني الشيبي اللي كان بيهز الملعب وكان بيبقى مفتاح لعب وكان بيحرك الفرقه كلها وكان بيعمل عرضيات بالمسطره مش موجود. الضربات الثابته اللي كان الشيبي بيتميز بيها وبيخلي بيراميدز متفوق بيها ما عادتش موجوده، فالشيبي ياخد 6 من 10. كريم حافظ يعني انا ما اعرفش امبارح كان بيحنكش، وللامانه هو هجوميا كان يعني بيطلع كتير وبيساعد مع زلاكا، لكن دفاعيا يعني بصراحه اخوان بزيرة رقصوا كام ترقيصه كده يعني عيب يعني بصراحه، يعني بعتروا. فكريم حافظ 6 من 10. مهند لاشين، بص يعني مهند لاشين ده انا شايف ان هو امكانياته اعلى من الدوري المصري حاليا. مهند لاشين تبارك الله تبارك الله اعلى كواليتي لرقم 6 في مصر وفي افريقيا كلها بصراحه، مفيش زي مهند لاشين. مهند لاشين 10 من 10. احمد عاطف قطه لا الكره اللي ضيعها دي لا يتحاسب عليها، احمد عاطف قطه ياخد 6 من 10. الكارتي ما هواش الكارتي 6 من 10. مصطفى فتحي يعني كان بيحنكش كتير وحاول بس برضه الفعاليه بتاعته ما كانتش احسن حاجه، فمصطفى فتحي ياخد 7 من 10. زلاكا في الشوط الاول كان رائع بصراحه، وادى كوبري لعبد الله السعيد وادى كوبري لمحمد ابراهيم، لكن الفينش بتاعه كان فيه مشكله، فزلاكا ياخد 8 من 10. فيستون مايلي لا يعني فيستون مايلي خارج التقييم وما ينفعش نقيمه لانه سيء جدا سيء جدا. مايلي زفت مايلي زفت، تحمل الهزيمه. انا شايف ان يورتيتش ما قراش الزمالك ولا ركز في ماتشات الزمالك في الفتره اللي فاتت. اللي يشوف ماتش الزمالك وزد او ماتش الزمالك في الماتشات مع افريقيا او كل ده، الزمالك بيعتمد على التحولات سواء عن طريق اخوان بزيرة، سواء عن طريق عدي الدباغ، او ان الكره تترمي لناصر منسي يريحها ويسندها لاي حد، وهكذا. عبد الله السعيد يرمي الكره بسرعه، محمد شحاته يرمي الكره بسرعه. حتى ماتش امبارح كل ده الزمالك ما كانش بيحتفظ بالكوره، اي حد بيستلم الكوره بيرميها على طول سواء لناصر او لاخوان بزيرة. حتى كمان بعد كده لما نزل تشيكو بانزا برضو نفس القصه، بيعمل التحولات بشكل سريع. فيوريتيتش ما قراش ده وما حطش تشكيل ينفع مع ده. لو كان هو قاري ومركز في الموضوع ده كان بدأ بحامد حمدان في نص الملعب، كان حط مهند وحامد حمدان وقدامهم ناصر ماهر او قدامهم وليد الكارتي، مش هتفرق ساعتها، بس كان لازم يبدأ بحامد. لكن هو ما قراش الزمالك كويس، فالزمالك تفوق عليه. معتمد جمال قراها صح وتفوق على يوريتيتش. يعني عودة الفخوري انا شايف ان هو كان لازم يلعب، لعيب بيسدد كويس وبيلعب بسرعه يعني بشكل كويس، ما اعرفش ما لعبوش ليه. انت بقالك فتره بتلعب بزلاكا وزيكو، مره واحده كده طلبت معاك ان زلاكا يلعب وينج شمال وزيكو ما يلعبش، برضو ما اعرفش ليه يعني ايه اللي جد. فيستون مايلي انا ما اعرفش سر الاصرار عليه ايه يعني، يعني بان من اول الماتش ان هو مش في مستواه، خلاص خرجه ونزل مروان حمدي، خلاص ما فيهاش حاجه يعني. ايه المشكله؟ خلاص مش في مستواه، مش في المود بتاعه، مش فورمه، خلاص ما مش هينفعنا تاني، خلاص يعني نبدا من دلوقتي نشوف لنا مهاجم ينفع معانا في السنين اللي جايه خلاص.